شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم الأحد استقبال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز لنظيره الكويتي الشيخ فهد بن يوسف سعود آل صباح. حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية السعودي الدكتور خالد البتال، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح. يذكر أن الشيخ فهد بن يوسف الصباح يشغل عدة مناصب هامة في الكويت، منها وزير الداخلية ووزير الدفاع، إضافة إلى أنه كونه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن والدفاع. ومن المتوقع أن تتناول الزيارة عددا من الملفات ذات الأهمية المشتركة، إضافة إلى بحث سبل تطور التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. يعكس هذا الاجتماع حرص قيادات البلدية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.